نظام الدمج بيتطبق للطلاب اللي عندهم إعاقة بسيطة في كل المدارس سواء حكومية أو خاصة، وحتى المدارس الدولية، ومن حق ولي الأمر إنه يدخل ابنه مدرسة دمجة أو مدرسة تربية خاص، ومن حق الطالب اللي عنده إعاقة وبتنطبق عليه الشروط إنه يخش أقرب مدرسة لبيته. لكن في حاجات لازم تتحط في الاعتبار. 1. إن الطالب يدخل نظام الدمج مش مرتبط بمرحلة معينة، يعني إنه ممكن يقدم على الدمج في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي حتى لو ما كانش مقدم دمج قبل كده، وما بيحتاجش تجديد للدمج. لو هو مقدم في المرحلة الابتدائية بيستمر معاه للمرحلة الإعدادية لأن دي كلها تعليم أساسي، لكن بيعمل تجديد للدمج في المرحلة الثانوية. 2. ومع النقطة اللي فاتت، لكن ما ينفعش الطالب يقدم دمج في ثالثة ثانوي لو هو مش مقدم لأولى أو تانية إلا لو حصلت حالة مرضية طارئة. 3. ممكن لولي الأمر إنه يلغي الدمج أو ما يجددوش عن طريق تقديم طلب. 4. لو ولي الأمر ما جددش القرار في الميعاد المحدد بيعتبر قرار الدمج لاغي إلا في الحالات الثابتة زي التوحد والشلل الدماغي والداون. 5. التقديم للدمج بيبتدي أول شهر يونيو ويخلص آخر شهر نوفمبر بالنسبة لسنين النقل، أما تالتة ثانوي فبيبدأ أول يناير وينتهي أول إبريل. والتقارير الطبية دي بتتعمل في أي مستشفى حكومي أو التأمين الصحي أو المستشفيات الجامعية أو مستشفيات القوات المسلحة. ولو التقرير لقى إن الطالب محتاج مرافق معاه هيكتب ده في التقرير، والمرافق ده بيكون مع الطالب في الامتحانات وبيكتب له لو هو محتاج كده، لكن لازم يكون المرافق أقل منه في الصف الدراسي. يعني لو الطالب في أولى ثانوي المرافق يكون في إعدادية، لو الطالب في تانية المرافق يكون في إعدادية أو أولى ثانوي. وولي الأمر هو المسؤول على إنه يجيب المرافق، وفي الحالة دي بيتعمل له لجنة خاصة وبيتعفي من الامتحانات العملي وساعات اللغة التانية. وبتكون الأوراق علشان التقديم أو التجديد للدمج هي الاختبارات المطلوبة، زائد شهادة قيد من المدرسة، زائد ورقة تحويل، زائد صورة شهادة ميلاد طالب، وصورة بطاقة الأب، و2 صورة للطالب. بالنسبة للإعاقة الذهنية البسيطة بيبقى تقرير طبي شامل للحالة، زائد مقياس ستانفورد بيني للذكاء، زائد مقياس فاينلاند للسلوك التكيفي للحاصلين على درجة ذكاء من 60 ل 65. أما بطيء التعلم فبيبقى تقرير طبي شامل للحالة، زائد مقياس ستانفورد بيني للذكاء. حالات داون تقرير طبي شامل موضح فيه احتياج الطالب لمرافق ولا لأ، زائد مقياس ستانفورد بيني للذكاء، زائد مقياس فاينلاند للسلوك التكيفي للحاصلين على درجة ذكاء من 60 ل 65. أما طيف التوحد فبيبقى تقرير طبي شامل موضح بيه احتياج الطالب لمرافق من عدمه، زائد مقياس ستانفورد بيني للذكاء على الجانب الأدائي فقط، زائد مقياس كارز أو مقياس جيليان. الإعاقة البصرية مقياس حدة النظر بالكمبيوتر، زائد تقرير طبي شامل مع توضيح نسبة النظر بالعينين طبقا للكمبيوتر، زائد مقياس ستانفورد بيني بدرجة 80 فأكثر. الإعاقة السمعية مقياس سمع بالسماعة بدرجة من 40 ل 70 ديسيبل، زائد تقرير طبي طبقا لمقياس السمع، زائد مقياس ستانفورد بيني بدرجة 80 فأكثر. ولو الطالب كان زارع القوقعة قبل عمر 2 سنين بيتم قبول مقياس فاينلاند على درجة 80 فأكثر بدل من مقياس ستانفورد بيني. الإعاقة الحركية تقرير طبي شامل للحالة، زائد مقياس ستانفورد بيني للذكاء، ويشترط الحصول على درجة ذكاء 85 فأكثر. صعوبات التعلم اختبار إلينوي أو مايكل بيست أو مقياس أستاذ دكتور عادل عبد الله أو بطارية فتح الزيات، زائد تقرير طبي شامل بيتضمن اختبار ذكاء مقياس ستانفورد بيني بدرجة ذكاء 90 درجة فأكثر. وآخر حاجة فرط الحركة وتشتت الانتباه اختبار كونرز بدرجة 65 فأكثر، زائد تقرير طبي شامل للحالة متضمن اختبار ذكاء ستانفورد بيني بدرجة من 80 ل 85. طيب إيه هي الإعاقات اللي ممكن تدخل نظام الدمج؟ الإعاقات البسيطة زي الإعاقة البصرية سواء ما بيشوفش خالص أو نظره ضعيف وبيشوف بالعافية. الإعاقة الحركية بجميع أنواعها بما فيها الشلل الدماغي ما عدا الحالات الشديدة. الإعاقة السمعية وهنا بيكون ضعيف السمع فقط، لكن الأصم ما بيدخلش ضمن الدمج
وبيكون فيها درجة السمع ما بين 40 ل 70 ديسيبل. الإعاقة الذهنية وبتكون فيها درجة الذكاء من 65 ل 68 على مقياس ستانفورد بيني، وبتضم الإعاقة دي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون وبطيء التعلم، واللي بتكون فيه درجة الذكاء من 69 ل 84 على مقياس ستانفورد بيني، وكمان متلازمة إيرلين واضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وبيتعمل اختبار ذكاء لكل المتقدمين للدمج علشان نتأكد إنه ما عندوش إعاقتين، لأن مزدوج الإعاقة ما بينفعش يندمج. يعني لو عنده إعاقة ذهنية مع إعاقة بصرية، أو إعاقة ذهنية مع إعاقة سمعية، أو إعاقة سمعية مع إعاقة بصرية، بيكون مش نافع في نظام الدمج وبيدخل مدارس مخصوصة لمزدوجي الإعاقة. لكن لو عنده إعاقة حركية سمعية، أو حركية بصرية، أو حركية ذهنية، مفيش مانع إنه يدخل نظام الدمج، لأن الإعاقة الحركية مش هتأثر على التحصيل الدراسي. وبيكون في مواصفات خاصة لكل نوع إعاقة من حيث الورقة بتاعة الامتحان بتراعي نوع الإعاقة علشان يقدر الطالب يجاوب على الامتحان. استنونا في فيديو جديد وهنكمل الكلام على ازاي ولي الأمر يتعامل مع الطالب المدمج. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.